فتاة تختفي بوسط صحراء السعودية بطريقة جنونية، والعقل البشري ما يستوعبها، والمتسبب ما يدخل بالمخ ومستحيل تتوقعه. ايش صار بالضبط؟ هذا اللي راح نقوله بقصتنا اليوم، بس تأكد انك مشترك وخلنا نبدأ. طبعا الاحداث صارت في عام 2024 قبل ايام بالمنطقة الشرقية. هذه عائلة كويتية مكونة من الاب واسمه راشد والزوجة واسمها نوال وولدهم الصغير، وتعرفون الحين اجازة، فقرر راشد يسافر مع زوجته وتحديدا للبحرين عشان يغيرون جو. بس اللي صار بالسفرة ذي ارعب الخليج والسعودية خصيصا. تخيلوا بعد ما راحوا للبحرين واستمتعوا، قال راشد لزوجته: وش رايك نمر على السعودية ونغير جو ونشوف اهل الرياض؟ قالت له: والله تمام، فكرة حلوة. وكان للحين وضعها سليم ومستانسة الزوجة مع راشد، ولكن بعد ما راحوا السعودية بيومين بدت تتغير الزوجة نوال وتحس بتعب، وصارت يوميا تتمشكل مع زوجها. فبعد ما خلصوا من الرياض اتجهوا للمنطقة الشرقية وتحديدا في الجبيل. وهنا الصدمة المريبة، راشد قال لزوجته: خلاص خلينا نرجع للكويت. قالت له: تمام اللي تشوفه. بس الشيء المريب والغريب، بعد ما رجع راشد للكويت انصدموا أهل نوال وقالوا لراشد: وين زوجتك؟ بنتنا وينها؟ قال لهم وهو مرتبك: نوال نسيتها بحمام المطار ومشيت عنها بالغلط. فهنا أهل نوال حسوا في شيء مرعب ومريب بالموضوع، فعلى طول بلقوا على راشد الشرطة. فامسكوه الشرطة وسألوه: زوجتك وينها؟ فأيضا جلس يبرر ويقول: زوجتي نسيتها في حمام المطار. ولكن أيضا الشرطة ما صدقت كلامه وشافته بحالة غير طبيعية. من الأخير واضح انه سكير. فهنا الشرطة قالت له: انت شكلك تبلع كثير، تدري شلون؟ خلك محجوز بالسجن لين نحصل زوجتك ونعرف ايش صار بالضبط، هذا اذا حصلناها. لانه وقتها العسكري حس ان الموضوع في شيء جدا خطير يخفيه راشد. وفعلا هنا الشرطة الكويتية تواصلت مع السفارة السعودية عشان يبحثون عن المفقودة نوال داخل السعودية. وش فيكم مصدومين؟ فعلا صارت مفقودة، صار لها اكثر من يومين ما شافوها. فتشوا حمامات المطار وايضا ما شافوا شيء. فهنا بدأ البحث المكثف في المنطقة الشرقية وتحديدا بالجبيل. وهنا الكارثة، اثناء البحث بالصحراء شافوا الزوجة نوال ميتة، من الاخير جثة منهارة. فجن جنون الشرطة وعلموا الشرطة اللي داخل الكويت. وللحين الوضع غامض لأن القصة توها جديدة، ما لها إلا كم يوم. تتوقعون هل فعلا زوجها قتلها وتركها بالصحراء، أو ماتت بسبب العطش وكانت ضايعة بالصحراء؟ بس الشيء المريب كلام زوجها يوم قال تركها بحمام المطار. كلامه متناقض، ودامه يتعاطى هالممنوعات فأكيد هو مسوي شيء لزوجته، والله أعلم. القصة لم تنتهي حتى الآن، لو في تفاصيل جديدة بقولها لكم بالمستقبل. وبس صدقيني إلى هذه اللحظة انتهت القصة، وترقبوني في المقاطع الجاية. اشتراك ترى ما يكهرب، وبس.